مساء الخير عليكم والصحة فطوركم. جبت لكم ان ديسير معروف اللي هو لا كريم برويلي. طريقة التحضير ديالو بزاف سهلة وما يتطلبش بزاف مقادير ويجي بزاف بنين هاد لو ديسير. ما نطولش عليكم، نخليكم مع المقادير وطريقة التحضير. بالنسبة للمقادير نسحقوا كاس كريمة سائلة وكاس حليب ونصف كاس سكر وثلاثة حبات صفار بيض ومغرفة كبيرة تاع لافاني. نمروا لطريقة التحضير. في كاسرونة نحطوا كريمة سائلة، الكاس يرفد 220 ملل، ونزيدوا عليها كاس حليب. نحطوهم فوق النار حتى يغليو. في نفس الوقت في ريسيبيون نديروا 3 حبات صفار بيض ونزيدوا عليهم نص كاس سكر، ونخلطوا البيض مع السكر حتى يولي الخليط ابيض. هنا زيت مغرفه كبيره تاع لافاني ونبقى نخلط بالفوي حتى نتحصل على خليط يكون ابيض، اللون ديالو يولي ابيض. بعد ما تغلات لي الكريمه والحليب نضيفوهم تدريجيا فوق الخليط تاع البيض والسكر ونخلطوه بالفوي. هنايا عندي دي غامكان لي يدخلوا للفرن. هاد الكميه اللي درتها دير لي 4 باغ. في كل غامكه نحطو كميه من الخليط. طريقه الطهي ديالهم راح يكون على حمام مائي. نحطوهم في البلاطو اللي يدخل للفوغ ونديروا كميه مليحه تاع الماء وندخلوهم يطيبوا على 180 درجه مده الطهي 45 دقيقه. بعد ما جازت 45 دقيقة خرجتهم من الفرن وخليتهم يبردوا. كيفاش تعرفوهم باللي طابوا؟ يشكلوا لكم هاد الطبقة من الفوق، يجوكم ناشفين. هنايا من المستحسن خلوهم يبردوا، ما ديروا لهمش سكر حتى كي قريب تاكلوهم. هنا عندي سكر كريستاليزي عادي، تقدروا تستعملوا السكر البني. انا نقول لكم باللي السكر كريستاليزي تانيت يجي من الفوق ويجي بنين، ماشي لازم هذاك البني. نوزعه كامل فوق الطبقة، ندير كمية مليحة، نوزعه هكذا كامل من الفوق. دوكا باستعمال شاليمو نحرق هذيك الطبقة تاع السكر. هذه هي الوصفة ديالي لنهار اليوم لا كريم برويلي. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو. نتلاقاو في وصفة اخرى وفيديو اخر ان شاء الله. صحة فطوركم.